في كرة القدم هناك لحظات تغير كل شيء، لحظة توقيع عقد، لحظة اتخاذ قرار، لحظة اختيار طريق قد يبدو لامعا لكنه يخفي خلفه ظلاما كثيفا. كان يفترض أن يكون الاحتراف بوابة للتألق، محطة لرفع المستوى ولتحقيق الحلم الكبير، لكن ماذا لو كان هذا الاحتراف هو بداية النهاية؟ 3 لاعبين مغاربة، 3 مواهب صنعت اسماءها داخل البطولة الوطنية ثم احترقت فجأة في تجربة غامضة داخل الأهلي المصري. يحيى عطية الله، أشرف ضاري، رضا سليم، من الأمل الكبير إلى الإخفاق المؤلم. فهل كانت الخطوة نحو الأهلي خيارا خاطئا أم أن المشكل أعمق بكثير من مجرد ناد أو عقد احترافي؟ يحيى عطية الله أحد أبرز الأظهرة في إفريقيا قبل شهور فقط، خاض 1586 دقيقة فقط هذا الموسم، سجل هدفا واحدا وصنع 3، لكن الإصابات وتذبذب في الأداء قتل استمراريته. والأسوأ أن إدارة الأهلي لا تبدي أي نية لتفعيل بوند شراء عقده من نادي سوتشي الروسي، وكأنها تقول له شكرا ولا نراك مجددا. أشرف ضاري قلب دفاع الوداد السابق، يغيب تارة بسبب الإصابة وتارة بسبب الاختيارات التقنية. 14 مباراة فقط شارك فيها وغاب عن أكثر من 20. عاد ضاري من أوروبا للأهلي أملا في استعادة البريق، فغاب البريق وتبخر الحلم. رضا سليم الجوهرة الودادية لم يلعب سوى 250 دقيقة موزعة على 9 مباريات، إصابات طويلة، اختفاء عن الميادين وخروج من حسابات المدرب، بل وتفكير جدي في إعارته خلال الميركاتو الصيفي المقبل. هل يعقل أن تكون هذه نهاية أحد ألمع مواهب البطولة قبل عام واحد فقط؟ لنكن صارحين، وراء الكواليس هناك وكلاء أعمال لا يرون في اللاعب سوى صفقة، نسبة مالية وعلاقة مربحة. لا يهم إن ذهب اللاعب إلى دوري قوي أو ضعيف، المهم أن الصفقة تنجز والعمولة تدخل الجيب. في عوالم خفية من صفقات الانتقالات، اللاعب لا يكون سيد قراره بل مجرد أداة في يد وسطاء يعرفون كيف يقنعون الجميع، حتى لو كان الثمن ضياع موهبة وحرق مسار كروي كامل. كفى من لوم الوسط فقط. اللاعب المغربي في كثير من الأحيان يفضل الطريق السهل، ينجرف خلف الشهرة والمال ويظن أن التألق في البطولة المحلية يعني أنه مستعد لأي تجربة. لا، البطولة المغربية ليست نهاية الطريق، هي بداية فقط. من لم يتدرب بصرامة، من لم يشتغل على نفسه يوميا، من لا يتحمل الضغط، لا مكان له في عالم الاحتراف الحقيقي. رضا سليم وأشرف ضاري، عطية الله، هل فعلا كنتم مستعدين؟ هل انتقلتم للأهلي لتفوزوا بالمكانة أم لتصبحوا نجوم أسطوري على انستغرام؟ البعض فقد الجوع الرياضي، فقد الرغبة في التطور، فبدأت الموهبة تذبل، وبدأ الجمهور ينسى الأسماء التي كان يهتف لها بالأمس القريب. الاحتراف ليس فقط عقدا، إنه عقلية، تحدي دائم، عمل شاق، ومن لا يفهم هذه المعادلة سينتهي بسرعة مهما كانت موهبته. صحيح هناك أسماء مغربية تألقت في مصر، بن شرقي، أزارو، بنون والشيبي والكرتي، لكن التجارب الناجحة لا تلغي حقيقة هذا الدور ليس للجميع. كل لاعب يحتاج لمن يوجهه ومن يقيم معه التجربة بموضوعية، لا من يبيعه للوهم. ومع تزايد اهتمام الأندية المصرية بلاعبين الشماخ، البركاوي، العملود، تتزايد المخاوف. هل سيعيد التاريخ نفسه؟ هل سنفقد نجوما آخرين بسبب قرارات غير مدروسة؟ ما يحدث ليس مجرد تعثرات فردية، إنه نزيف موهبة مغربية، نزيف إن لم يوقف سندفع ثمنه في المنتخب، في البطولات القارية، وفي صورة الكرة الوطنية أمام العالم. حان الوقت لوقفة حقيقية. الجامعة يجب أن تتحرك، والأندية يجب أن ترفض بيع المواهب بثمن بخس، واللاعبون عليهم أن يفيقوا ويستفيقوا قبل فوات الأوان، لأن الطريق إلى الاحتراف ليس دوما مفروشا بالورود، أحيانا يكون مفروشا بالوهم وبالندم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن الآتي أخطر وأعمق.